لعيب واداري، يعني البعثه كلها 31 فرد، وكان المسؤولين في النادي الاهلي في استقبالهم. ده بالنسبه لنادي نكانه. كابتن فتحي مبروك صرح وقال نكانه فريق جريء والفوز ضروري لمواصله المشوار نحو اللقب. يعني انا اتفرجت على فريق نكانه امام نادي الزمالك ما عجبنيش بصراحه، هنا مباراه القاهره ما عجبنيش فريق نكانه، وانا شايف النادي الاهلي يعني ان شاء الله بسهوله هيقدر يتخطى نكانه ريد ديفلز. وخلي بالكم احنا في دوري المجموعات غير الذهاب والعوده، غير ماتشات اللي هي الذهاب والعوده دور ال 32 ودور ال 16. اهم حاجه في دوري المجموعات هو تجميع النقاط، واهم حاجه ان انت تكسب على ارضك. فمباراه يوم السبت مهمه للنادي الاهلي، وانا شايف النادي الاهلي هيتخطاها بسهوله ان شاء الله. وليد سليمان هيرجع القاهره اول شهر 6 القادم، ومتعب هيرجع من دبي بعد 10 ايام. وليد سليمان في المانيا. الاهلي بيوافق على سفر الشريف عبد الفضيل الى الامارات، هيعمل تحليل حركي كده، عنده مشكله في الوظائف العضلات. سيد معوض بيواصل برنامجه العلاجي، وهنشوف هل هيلحق مباراه نكانه ريد ديفلز يوم السبت ولا لا، عنده اجهاد في العضله الخلفيه. كابتن فتحي مبروك عمل تدريبات فرديه لمحمد ناجي جده بعد التدريبات الجماعيه النهارده، خده كده على جنبه وعمل له بعض التدريبات الفرديه واتكلم معاه بشكل منفرد. لجنه التظلمات في اتحاد الكوره بترفض تظلم الزمالك في مباراه بتروجيت وتظلم غزل المحله في مباراه الاتحاد السكندري، واحنا قلت لكم ان لجنه التظلمات هتعتمد نتيجه مباراه بتروجيت والزمالك بفوز بتروجيت 4-2 وبرضه فوز الاتحاد على غزل المحله. النهارده كان في جماهير للنادي الاسماعيلي في تدريبات الاسماعيلي، وهجمت عبد الحميد سامي مدافع الفريق وسامح عبد الفضيل لرفضهم التجديد للنادي الاسماعيلي. مستر ريكاردو بيرفض الوديات، الماتشات الوديه قبل مباراه النصر، والاسماعيلي هيلعب مع النصر يوم الاحد الجاي ان شاء الله في بطوله كاس مصر. جون أنطوي في قائمة غانا الاحتياطية لكأس العالم. كواسي أبيال مدير الفني لمنتخب غانا حاطط جون أنطوي في القائمة الاحتياطية، ودي حاجة كويسة ان جون أنطوي من اللعيبة المميزين جدا. النادي الإسماعيلي يشكو لاعب النصر لاتحاد الكورة لحفظ حقوقه بعد توقيع أحمد أشرف للنصر لاعب النصر للإمبي وللإسماعيلي. فالاسماعيلي بعت لاتحاد الكوره العقد اللي هو موقعه احمد اشرف مع النادي الاسماعيلي عشان يحفظ حقوقه، عشان اللاعب ما ينتقلش النادي امبي. الاستاذ ياسر يحيى رئيس النادي المصري بيقول ان الكابتن انور سلامه باقي في منصبه، وجلسه لحل الازمه بعد مباراه حرس الحدود في بطوله الكاس. انتوا عارفين النهارده كان في كلام كده، مجلس الاداره عايز يمشي كابتن انور، والاستاذ ياسر يحيى رئيس النادي عايز يبقي على الكابتن انور سلامه، وده اللي هيحصل. وكابتن انور سلامه هيستمر مع النادي المصري، ومش عارف ليه المشاكل كتيره يا جماعه في النادي المصري. يعني اي نادي في العالم لو حصل له الظروف اللي حصلت للنادي المصري على مدار الموسمين اللي فاتوا، الظروف الصعبه، كان النادي المصري هيواجه شبح الهبوط. هو السنه دي فعلا يعني الموضوع صعب، ولكن النادي المصري هيبقى في الدوري، قدر يجمع 23 نقطه ولسه عنده مباراه في نهايه الموسم مع تليفونات بني سويف. كابتن انور انا شايفه بيأدي بشكل كويس، في مشاكل فنيه، في نتائج مش على المستوى، ولكن المصري بقى له سنتين ثلاثه يا جماعه بعيد عن المشاركه والضغوط والحاجات اللي احنا يعني كنا عارفينها الفتره اللي فاتت. فلازم يعني الجماهير تبقى صبوره، ومجلس الاداره ما يبقاش متسرع وعايز يغير بسرعه كل شويه مدربين. بالعكس، تغيير المدربين الكتير هو اللي يبوظ الدنيا في النادي المصري. الأندية بترفض إقامة الدورة الرباعية من دورين، والأندية شايفة إن ده خروج على اللائحة وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. اقتراب أحمد شرويدة وعلي جابر لعيبة الاتحاد السكندري من الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر القادم. وفاكرين لما كنت بنادي الكابتن شوقي غريب بضم أحمد شرويدة لاعب الاتحاد السكندري، فعلا كابتن شوقي يعني بنسبة كبيرة هياخد أحمد شرويدة مهاجم الاتحاد، وعلي جبر كمان مدافع الاتحاد في المعسكر القادم لمنتخب مصر. زي ما انتم عارفين مصر هتلعب مباراتين، مع تشيلي في تشيلي يوم 30 ومع جامايكا في انجلترا يوم 4/6 ان شاء الله. الكابتن حسام البدري خلال ساعات هيعلن اسماء 35 لعيب للمنتخب الاولمبي عشان يبدا المعسكر اللي هينطلق يوم 20 مايو الحالي. طيب تعالوا نروح لماتشات الممتاز ب. ماتشات الممتاز ب النهارده كان في ماتشات في المجموعه الاولى اللي هي مجموعه جنوب الصعيد، وخلاص في فرقتين صعدة يعني بشكل نهائي، او لسه فرقه واحده اللي هي سوهاج. طيب قبل ما نروح لممتاز ب نروح للاستاذ احمد سيد متولي عضو مجلس اداره النادي المصري، وسامع كلام كده ان هم هيقدموا استقاله جماعيا
احتجاجا على عدم اقاله الكابتن انور سلامه وتمسك الاستاذ ياسر يحيى ببقاء الكابتن انور سلامه كمدير فني للنادي المصري. ازيك يا استاذ احمد؟ استاذ كابتن كريم، ازي حضرتك يا فندم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله ليه مختلفين في اداره المصري يا احمد؟ والله مش مختلفين يا كابتن كريم، يعني هو الموضوع بسيط جدا. وهو كان بعد مباراة امبارح بتاعت القناة قعدنا جلسة ودية في القاهرة. كان أستاذ ياسر يحيى وبعض أعضاء مجلس الإدارة، كنا حوالي 6 بأستاذ ياسر يحيى، وكنا بنتكلم في مستقبل الفريق الأول، وبنتكلم على طبعا ما حدش ينكر أولا يعني كابتن انور راجل محترم ومدرب كبير ومدرب قدير جدا، واحنا بنحترمه جدا وبنقدره، بس احنا داخلين على بطوله كاس مصر. كابتن انور مش هيكمل معانا اصلا الموسم الجديد. كابتن انور هو معانا العقد هينتهي اخر الموسم ده. فاحنا كنا عايزين نبتدي كاس مصر بدايه قويه شويه، عايزين نغير الدماء، عايزين نجدد بس انت لما تجيب مدرب دلوقتي مثلا، يعني هنتكلم تجيب مدرب مكان كابتن انور، هيلحق يعمل حاجه وماتش المصري مع الحرس كمان 3 ايام في كاس مصر؟ بص يا فندم، هقول لحضرتك حاجه. احنا النادي المصري بادئ من بعد مباراه الزمالك اللي فزنا فيها 1-0. النادي المصري النتائج مش كويسه، النتائج فيها بعض التقصير ده من وجهه نظر مجلس الاداره، ان احنا شايفين ان النتائج لا مش على المستوى المطلوب. وده حق من حقوق مجلس الاداره ان هو يرى ايه الصالح لفريق الكوره. أيوة. وده كان قرار بالاجماع، ما عدا استاذ ياسر يحيى هو سجل اعتراضه على القرار. وبالفعل كان مشكورا الراجل امبارح قال يا جماعه اللي انتوا هنتفق عليه، وقرار الاغلبيه اللي هيطلع هو اللي هيتاخد. وفعلا اخذنا قرار امبارح في القاهره، بس للاسف استاذ ياسر يحيى طلع امبارح في بعض في يعني برنامج برضه رياضي بالليل، واعلن ان مفيش حاجه حصلت من الكلام ده، وان مفيش اعلى تمت ولا في يعني قرار اخذ. وبناء من عملنا اجتماع مجلس اداره طارئ في بورسعيد الساعه 2 بالليل، ومجلس اجتماع مجلس اداره مكون من 5 اعضاء اللي كانوا موجودين في بورسعيد امبارح، وده يعتبر قانوني. استاذ ياسر يحيى برضه غير معترف بيه، واصبح الموضوع لا في تعنت، في فرديه في القرار، في احراج لمجلس الاداره بالكامل، في تصغير لمجلس الاداره في الشارع الصعيدي. الموضوع الوقت يا كابتن كريم مش قصه اقاله او عدم اقاله او استغناء عن كابتن انور سلامه. القصه اصبحت دلوقتي قصه مبدا. انت لو قاعد على الترابيزه بتتفق على حاجه ورئيس المجلس يطلع بعد كده يقول لا الكلام ده ما حصلش، ده بيحذف نفسنا يعني. طب يعني انتوا خدتوا يعني اختلفتوا دلوقتي، الاستاذ ياسر يحيى رافض اقاله الكابتن انور، وانتوا كاغلبيه عايزين تتنفذوا القرار اللي انتوا اتفقتوا عليه. بالظبط. وفي يعني في طيب مش الاستاذ ياسر يحيى قال ان انتوا الاغلبيه انا هاخد قرار الاغلبيه؟ بالظبط، انا هاخد قرار الاغلبيه، وفعلا ده اللي هو قاله، بس ده ما تمش وده ما نفذش. وبالعكس استاذ ياسر يحيى يعني في بعض المواقع الالكترونيه وبعض الصحف بيروجوا ان ده بناء على اهواء مجلس الاداره وبناء على مصالح لاعضاء مجلس الاداره اقاله كابتن انور. ودي الكلام ده غير صح بالمره. احنا مجلس معين، احنا كلنا ما فيش حاجه تربطنا، احنا كلنا رجال اعمال، كلنا بنحب النادي وعايزين ندي للكيان. لو احنا شايفين حاجه يبقى الكلام كله جوه مجلس الاداره، ما ينفعش ان احنا الموضوع يعني يبقى فيه نفضح بعض قدام وسائل الاعلام في مناخ سلبي. انا كاحمد سيد متولي وكتاريخ والدي الله يرحمه مش قادر اشتغل في حاجه زي كده، مش قادر ان انا اكمل، مش قادر ان انا يعني افضل ممكن اقعد تاني على الترابيزه مع يعني للاسف في النادي المصري. شايف ان لا الموضوع بدا يبقى يخش فيه نوع من انواع التحدي، نوع من انواع فرديه الراي، وده حاجه مش مناخ ديمقراطي خالص. احنا مجلس اداره والله 8 ضد 1، ال8 قرارهم يمشي، اول واحد يقنعهم او ال8 يقنعوا الواحد. ما حصلش بيحصل تصويت، حصل تصويت بينفذ القرار. انما ان احنا نطول في القرار وان احنا نقول لا هنعقد اجتماع تاني، طب هنستنى لبكره، طب هنستنى لبعده، لا هو الموضوع ما بيتاخدش كده. خلاص اوكي، استاذ ياسر يحيى شايف ان هو الموضوع يمشي كده. احنا بكره الصبح ان شاء الله وبعلنها مع حضرتك، انا واستاذ محمد الخولي واستاذ محمد ابو عوف واستاذ احمد الشامله والحاج محمد الملاح هنتقدم باستقالتنا الصبح للسيد المحافظ، وهو يرى بقى ما يراه في مستقبل مجلس اداره النادي. تمام، بشكرك شكرا جزيلا احمد سيد متولي عضو مجلس اداره النادي المصري. واروح الناحيه الثانيه للاستاذ ياسر يحيى رئيس النادي المصري. استاذ ياسر ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن كريم. اخبار حضرتك يا استاذ ياسر؟ والله الحمد لله تمام.
يعني على فكره انا سمعت كلام احمد، والله انا حزين للكلام اللي بيحصل ده. اولا يمكن انا مش هينفع ان انا اطلع اتكلم واحنا اصحاب، مش هقول عضو مجلس اداره ورئيس نادي، مش انا مش بتاع الحاجات دي خالص. اللي انا هقوله بس يمكن احنا النهارده استاذ ياسر التليفون الصوت بعيد، ممكن حضرتك بس تتحرك شويه بالتليفون؟ الو. ايوه يا كابتن. يمكن اقول النهارده كابتن لا انا مش سامع حاجه، الصوت بعيد، عايزك بس تتحرك بالتليفون كده عشان نقدر نسمعك كويس. الو. ايوه كده تمام. تمام يا كابتن. يعني النهارده بس انا مش هينفع ان انا اطلع ونتكلم واقول، وده برضه راجل صاحبي وعضو مجلس اداره، لكن انا هتكلم في حاجه بسيطه. النهارده واحنا قاعدين، انا احكي لك قصه. يمكن النهارده واحنا قاعدين واحنا بنصوت وقلنا ناجل الكلام ده لبعد ماتش الحرس، يمكن انا الوحيد، انا واحمد السيد متولي اللي قلنا انا واحمد بس. انا واحمد اللي هو كان بيقول دلوقتي. للاسف انا وهو اللي قلنا يا جماعه نستنى بعد ماتش الحرس. ده انا واحمد السيد متولي اللي هو بيحكي لك القصه اللي حصلت دي. يا كابتن كريم احنا امبارح خلصنا الماتش، انا ماليش في اللف والدوران برضه عشان ما حدش، احنا خلصنا الماتش امبارح، قمنا قالوا لنا يا جماعه عازميننا، قلنا رحنا نتغدى ومش عارف ايه، وقعدنا في احد الاماكن كده، اتغدينا وقعدنا بيتكلموا عادي. طب احنا هنعمل ايه؟ قلت لهم ان شاء الله احنا عندنا ماتش يوم الاحد، ربنا يكرمنا ان شاء الله، وماتش الكاس، واحنا التوفيق بقى وعدم التوفيق. النهارده شفتوا الفرقه ابتدت يبقى في روح، وابتدى يبقى التشكيل. والله المصري كان كويس جدا امبارح، بس ربنا ما كانش رايد ان انتوا تحرزوا اهداف. لا اصل انا كابتن، انا كابتن ما ينفعش ان السيد الفاضل الاستاذ احمد يطلع ويقول على الهواء ان انا برجع في كلامي او ان انا بتعنت. ده وحضرتك في اعضاء مجلس اداره وفي نائب رئيس النادي ممكن حضرتك تطلبه وتتكلم معاه، عشان كده كلام مش مظبوط. وبعدين قعدنا امبارح واتكلمنا، الناس كلها قالوا لا لازم يعني ما يمشيش دلوقتي يا جماعه، ما ينفعش الجهاز يمشي دلوقتي، التوقيت مش مناسب. ده كلام عادي يا كابتن، ده اللي حصل بالظبط. وبعدين خدت بعضي ومشيت، سافرت عشان ارجع على الطريق. كلمني برضه الاستاذ محمد طويل عضو مجلس الاداره، قلت له يا محمد نستنى يوم الاحد نعمل اجتماع مجلس الاداره، وبرضه رايكم يحترم، لو اغلبيه يحترم، مع ان انا ليا تحفظ على القرار ده. انا هسجل تحفظي، انا كرئيس نادي وهسجل تحفظي. ده اللي حصل بالظبط كده. تمام. طب ردك ايه على يعني كلام احمد سيد متولي ان هم هيستقيلوا بكره بقيه المجلس؟ انا هرد برضه، اقول لحضرتك اللي حصل للاخر، واقول لك الرد ايه دلوقتي على الهواء. تمام. وبعدين يا كابتن مشيت انا كنت تعبان جاي على الطريق، نمت، صحاني ده الكلام اللي احنا كنا اتفقنا عليه ومش عارف ايه. قلت لهم يا جماعه الراجل ده ما ينفعش يمشي كده، ما ينفعش مكانه. كابتن انور سلامه اللي انا هكتب في تاريخي ان الكابتن انور سلامه اتعامل معايا، انا بالنسبه لي كابتن انور سلامه راجل محترم، وراجل انا بتشرف ان انا عرفته، وبقولها في كل مكان وبقولها قدام اي حد بصراحه. يعني راجل والله العظيم راجل ما بخلش على الفرقه وعلى النادي في اي حاجه، راجل بيحب النادي وبيحب بورسعيد اكنه منهم. انا بقول الكلام ده وربنا يحاسبني على الكلام ده. ايوه بقى الحظ او التوفيق وعدم التوفيق ممكن يا كابتن خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا دول احنا كان زماننا بنتكلم فوق، يعني الفرق بين المربع الذهبي واللي تحت ماتشين ثلاثه. مفيش توفيق، هو مفيش توفيق. النهارده انا والثلاثه دول عشان برضه ما اخرجش على الموضوع. المهم يا كابتن انا مشيت على الطريق، كنت تعبان، نمت، قمت لقيت قالوا لي السواق بيقول لي قوم، ده بيقولوا ان جابوا كابتن طارق سليمان مع كابتن في احد القنوات يعني. فدخلت قلت له يا كابتن ما كانش في حاجه زي كده، ده كانت مناقشه عاديه، ولو في حاجه انا استقالتي قبل استقالتك، ده الكلام اللي حصل. وبعدين وصلت كملت الطريق، كلمني برضه الاستاذ محمد طويني عضو مجلس الاداره، راجل محترم وحضرتك ممكن تجيب تليفونه وتكلمه. فقال لي يا استاذ ياسر الناس عايزين يجوا النادي دلوقتي وعايزين يعملوا جلسه طارئه. قلت له يا استاذ محمد طب انا ماشي، عشان سياده المحافظ برضه راجل يعتبر هو احنا مجلس معين مش مجلس منتخب. انا كنت حكيت له على اللي حصل، الراجل مش حابب ان احنا نعمل، فهو هيبقى حاضر عايز يحضر جلسه معانا الصبح، فممكن ناجل الاجتماع للصبح ولكم حقكم يعني. ايوه نجتمع الصبح وانا هكون موجود في النادي الصبح. فقال لي ماشي خلاص. قمت رحت النادي الصبح يا كابتن، لقيتهم عاملين محضر وعاملين جلسه. وبعدين قلت لهم ده مش قانوني، في غيابك يعني؟ في غيابي. جبتهم وجبت الناس، وجي الاستاذ شريف عبد اللطيف نائب رئيس المجلس، وجي الاستاذ محمد دويني، وجي الاستاذ محمد ابو عوف، والاستاذ محمد الفولي، وكان الاستاذ احمد متولي حاضر على التليفون كده. ومن الساعه 11 لغايه الساعه 7:30 بالليل واحنا قاعدين وبنتناقش، وقلت لهم يا جماعه ده مش وقته الكلام ده. وانا يا جماعه انا برضه طلعت وقلت ان استقالتي قبل استقاله الراجل ده في التوقيت ده، لان ما اتحملش ان الجهاز يمشي في التوقيت. تمام يا كابتن؟ تمام. انا عايز بس يعني انا عرفت القصه. في حاجه اتفضل. وبعدين جينا وقالوا برضه لا احنا مصممين وبتاع،
قلت لهم طب اسالوا، سالت الاستاذ احمد متولي في التليفون، الاستاذ احمد متولي كل اللي موجودين رايهم ان هو يمشي النهارده. الاستاذ احمد متولي قال لك انا مع القرار ان احنا نستنى بعد يوم الاحد. الاستاذ احمد اللي هو حكى القصه ده اللي حصل بالظبط. وبعدين جينا اتكلمت مع الاستاذ شريف عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الاداره والاستاذ محمد الطويني، وقعدنا فضلنا قاعدين يا جماعه خلاص احنا نقعد، لان سياده المحافظ برضه يا استاذ ياسر انت بتتكلم من سماعه؟ لا يا كابتن انا بتكلم التليفون. امال التليفون اصل الصوت عمال يروح ويجي. الو طب سامعني كده؟ الو لا الصوت بعيد برضه. الو ايوه كده تمام. ماشي يا كابتن. فاتفقنا ان الجلسه تتاجل، ده اللي حصل بقى بناء والناس طيب. اللي موجوده، اتفقنا ان الجلسه تتاجل ليوم الاحد بعد ماتش حرس الحدود. تمام. والجهاز باقي لغايه جلسه يوم الاحد بعد ماتش حرس الحدود. للاسف انا كلمت الكابتن انور سلامه الراجل المحترم وقلت له يا كابتن انت موجود؟ الراجل قال لي انا استاذ ياسر انا بعتذر عن التدريب. يا كابتن انور قعدت اكثر من ساعه اكلمه. بس كابتن انور مش صغير برضه ان انتوا ناس مختلفه وناس يعني برضه يعني احنا بنتعامل مع راجل احنا مش عارفين قيمته بالظبط. فالكابتن انور الراجل المحترم قال لي لا انا بعتذر ما ينفعش، انا ما ينفعش قنوات وتقول. كابتن انور يعني انا عارف ان هو في توقيت لما بيلاقي اي حاجه في مخالفه اداريه بيسيب. طب يعني كابتن انور خلاص اعتذر مش مكمل؟ كابتن انور اعتذر يا كابتن، ما اقلش ده رسمي. كابتن انور سلامه، الكابتن انور سلامه اعتذر عن تدريب النادي المصري، اعتذر وقدم استقالته. ولم يقال ومحدش لغايه الان رسمي اقاله. ده اللي حصل بالظبط يا كابتن. لكن عيب لما نطلع تمام. يعني كده المجلس مش هيستقيل بكره بقى ولا ايه؟ مش فاهم. والله يا كابتن اللي عايز يقدم استقالته سياده المحافظ موجود واحنا موجودين. ده الكابتن انور سلامه راجل محترم وقدم استقالته. لكن هنطلع ونقول وبرضه بقول ده الاستاذ احمد متولي هو الوحيد اللي قال انا موافق على قرارك. لكن انا بسمع حاجات غريبه دلوقتي للاسف. برضه الكابتن انور سلامه قدم استقالته ولم يقال. تمام. انا اسف ان انا طولت على كابتن. لا ولا يهمك. كده كابتن طارق السليمان اللي هيمسك بقى ولا ايه يا استاذ ياسر؟ والله في مجلس الكابتن طارق سليمان طبعا من الناس المحترمه وراجل ابن بورسعيد ومدير فني على اعلى مستوى طبعا، وشرف ان هو يمسك النادي المصري. لكن في مجلس وانا ما باخدش قرارات فرديه، واللي اتفق عليه المجلس انا موافق عليه. واللي عايز يمشي النهارده النادي المصري ما بيقفش على حد، النادي المصري اكبر من اي حد. النادي المصري اكبر من اي حد. تمام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ياسر يحيى رئيس النادي المصري. هنقول بس نتائج الممتاز بيه وبعدين نطلع فاصل عشان نستقبل كابتن عبد الحميد بسيوني. النهارده في المجموعه الاولى مجموعه جنوب الصعيد المدينه المنوره فازت على معاكم الممتاز بيه جرافيك يا جماعه. المدينه المنوره ومكه المكرمه فوز المدينه المنوره 3-0. اسوان بتفوز على شباب المراغه 3-0. قنا وشبان قنا 1-1. المراغه وغرب سهيل فوز المراغه 3-0. سوهاج بتفوز على الاقصر 4-1. الالومنيوم بتفوز على النصر التعدين 2-1. كيما اسوان وفوز على سكر نجا حمادي 5-0. كده في الترتيب المركز الاول سوهاج 50 نقطه، الالومنيوم 48 نقطه، المراغه 47 واسوان 47. لسه المنافسه مستمره ما بين 4 فرق سوهاج والالومنيوم والمراغه واسوان. بالنسبه للمجموعه الثالثه في الممتاز ب مجموعه القاهره والمنوفيه، النصر فازت على طوخ 1-0. الشرقيه الدخان وفوز على مياه القاهره 1-0. البلاستيك وفوز على الاعلاميين 2-1. بهتيم وفوز على نجوم المستقبل 3-2. الترسانة والاتصالات 2-2. الشمس والسكة الحديد 0-0. وسكر الحومدية بتفوز على حلوان العام 3-1. كده في المركز الأول النصر 54 نقطة، الشرقية الدخان 48 نقطة، السكة الحديد 43 نقطة، والاتصالات 41 نقطة في المركز الرابع. هنطلع فاصل ونستقبل كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود.